مارتن يول ما ياخدش بطوله، لكن هو مدرب باين قوي بقدراته. لا النادي الاهلي ما بيتكلمش. لا النادي الاهلي ما بيتكلمش على مدرب كده. لا انا بتكلم في كده. لا بس النادي الاهلي بالنسبه له بطوله. مدرب كويس مدرب مش كويس، النادي الاهلي بالنسبه له بطوله. خد بالك. طب جريدو خد بطوله ومشي. لا جريدو لو كان واخد بطوله الدوري، جريدو لو كان واخد بطوله الدوري وبطوله ثانيه معاها البطوله المحببه على النادي الاهلي، الدوري لو كان خده كانت الامور مفيش مشكله. لا بص يا ميدو، الدوري في النادي الاهلي شيء مختلف. الدوري شيء مختلف. بس هو طبيعي المدرب ازاي هيسيب بصمه من غير ما ياخد بطوله؟ يعني انت يعني كابتن عبد الحميد هتحكم عليه انه مدرب كويس ازاي من غير ما يسيب بصمه ببطوله؟ يعني يلعب مثلا ماتش كويس لا ريتم فيه كويس، يعني الاساس هتبقى البطوله برضه. بالظبط. في مدربين كويسين قوي قوي قوي، ممكن اول سنه ما ياخدلكش بطوله، ممكن بعد كده يعمل لك فرقه كويسه جدا ياخد كل البطولات. لو انت جايبه على فريق لسه هو بقى بيبني فيه وانت واحده واحده ماشي معاه على عكس الامر. طيب انا بقول لك الجوزيه لما جه، ما هو جه اول سنه وبعدين مشي وبعدين جه تاني خد بطولات، كان عمل تيم كويس عشان هو كان مدرب كويس يا كابتن، جابوه تاني. طبعا. بس ما كان اول الفتره اللي مشي فيها كان ماشي وحش قوي. متحفظ ليه على ايفونا النهارده؟ ما انت عارف رايي. انت عارف ايفونا لعيب كويس قوي، خلي بالك، وعنده امكانيات كبيره جدا جدا، بس الناس هتبدا تتضايق منه. الناس هتشوفه زي، يعني الناس هتشوفه مش اللي احنا شايفينه يا كابتن ايهاب. الناس هتشوف ان ايفونا ما بيعملش حاجه، ايفونا ما بيجيبش جوال، ايفونا ما حتى ما بيستلمش تحت ضغط كويس. الناس هتشوفه كده، لكن احنا عارفين ان ايفونا لعيب عنده امكانيات قويه جدا، لعيب عنده سرعات، لعيب قوي جدا بدنيا. مكانه مش هنا، فهو الناس هنا هتبدا تتضايق من ايفونا، هيبداوا يتكلموا عليه، هيقول لك هو فين ايفونا اللي دفعنا فيه مبلغ كبير جدا. فانا بتكلم يعني بص يعني حتى يعني بص اللقطه اللي فاتت دي في فرود وفي راجل امكانياته تحت الفرود، فانا بتكلم في كده بس. لكن انا طبعا ايفونا لعيب هايل جدا 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 كمان، لكن كل الاجوان اللي جابها ايفونا هتلاقيه جاي من السرعات، من تحت. كل الاجوان اللي جابها هنا انت ظالمه، وهتخلي الجمهور يشوفوا. الناس بدات فعلا تتكلم هو فين ايفونا، مع ان هو ايفونا هو ما اتغيرش، خلي بالك. لكن ايفونا لما تشوفه في مساحات غير ايفونا لما تشوفه اللي هو بيلعب بظهره. ايفونا ما بيعرفش يلعب بظهره بس، فانا مش متحفظ عليه طبعا. لا ايفونا لعيب، عشان كنت بتلعب بظهرك كويس. ما هو الفرود ده كابتن كده حاسسها طبعا. لا الفرود ده كابتن عامر، اصل انت بتلعب بفرود واحد. انت كنت بتلعب بظهرك وانت بظهرك كنت بتحطها كده. هو اصل المشكله انت بتلعب فرود واحد، ما عندكش فرودين. هو انا عايز برضه ارد على كابتن عبد الحميد في موضوع ايفونا دوت. ايفونا هو طبعا عاوز مساحات وعنده سرعات، فلابد ان هو عشان عنده سرعات يبقى نستغله في المساحات بالظبط. حتى لو بيلعب فيرود ومن تحتيه ثلاثه مؤمن زكريا وليد سليمان وعبد الله السعيد او هيكون معاهم دي كرة الزمالك رمضان صبحي. بص يا كابتن في مساحه بيعمل ايه؟ كرة الزمالك في الملعب، انا كنت قاعد في الملعب ساعتها. بص في مساحه بيعمل ايه؟ عنده مساحه، وعنده كنترول وعنده قوه وسرعه. في وقت الفرقه الثانيه، الفرقه الخصم بيهجم عليك. احنا في بعض الالعاب يعني انا في اللعبه دي تحديدا، انا كنت طبعا مع استاذ الكبير الاستاذ يوسف معاطي من يومين كده وبنتكلم، فقال لي انا بلوم على الوسط الرياضي كل المحللين وهو بيتفرج، راجل طبعا ليه رؤيه فلسفيه كبيره، قال لك كل المحللين سابوا جمال اللعبه وقعدوا يقولوا ايه مفيش لعيب يضربه ويفرموا لي. قال لي هو الكوره كده؟ يعني المحلل يدور على لعيب يضرب اللعيب عشان يوقفه، عايز يضيع اللي عمله ايفونا. يعني ما عندكش حل غير انك تخلي اللعيب يضربه. ده يعني انا لو بنحط قانون للكوره يبقى اللعيب اللي بيضرب لعيب رايح يجيب جول عشان يمتع الناس، المفروض يطلعوه من بره من الملعب يسجنوه. فانا بقول لحضرتك هنا ده شغل مدرب. ان ايفونا لو هو حتى بيلعب فيرود ما بلعبوش من تحت، ما بيجيبوش من تحت عشان اخلق له مساحات. في وقت من الاوقات الفرقه اللي قدامك بتبقى مهاجماك، لازم يعرفه ويعرف اللي هيقطع كوره. اول ما تتقطع كوره بيعمل هجمه مرتده، هو ازاي يتحرك وازاي تتلعب له الكوره في مساحه، لان ما فيش مجال ان يبقى ليه عنده مساحات يجري فيها ونستغل سرعاته غير ان
في الهجمات المرتده زي الكره بتاع ماتش الزمالك دي. تمام. يعني لو طب جبتها خلينا تاني هجيبها، بس خلينا ناخدها من زاويه ثانيه. خد اتطرف كويس واستلم حلو، وبقى عنده من اول خط اللاين اللي هو عند الدرجه الثالثه لغايه بتاع الدرجه الاولى، كل ده فاضي. طب بس انا عايزكم يا كباتن نركز مع بعض في اللي جاي ده. هل تعتقدوا بص تمام. بص شوف اتطرف بقى عنده مساحات، الملعب على يمينه كله، شوف بقى بيمرجح نفسه زي ما عاوز. صح. بص يا كابتن، احنا ده انا مقتنع طبعا بالكلام ده، لكن انا عندي رؤيه ثانيه عايز اطرحها عليكم. مارتن يول اللي حضراتكم كلكم اشدتوا بيه، والملحوظه اللي انتم طالعين، هل دي مش في دماغ مستر مارتن؟ انا اؤكد لك ان في دماغ مستر مارتن وفاهم. لكن اللي قاله الكابتن عادل لما اتناقشنا في النقطه دي، قال لك ان انت لو جيت لعبته تحت هتلعبه على مين؟ هي دي المشكله اللي هتقابل. بس انت مضيع مكان فيرود يا حبيب قلبي. حلو جدا، ما هو انت مش هتديله على طول بقى. ما هو انت ايوه انت معاك فيرود، انت معاك فيرود ممكن يزود لك الحاله عندك. كويس. معلش انا بقول رايي. وانت لما بتدي الفيرود الاساسي الثابت عندك بيدي لك المردود ال 100%. بيديلك. لا يا عادل خلينا انا اقول لك لا، عشان كده هو عشان كده ما بيثبتش. يعني لا انا بتكلم في حاجه انا شايفها، انت بتتكلم في حاجه صح يا كابتن. انا بتكلم في حاجه ان انت دلوقتي خسران فيرود. انا مقتنع ان انا يعني مش هرجعه ورا على حساب واحد ممكن بيأدي في المكان اللي ورا دوت احسن منه. بالظبط. لكن انا ممكن اخلق له لعب، ممكن اخلق له شغل تكتيكي ليه هو. بالظبط كده. ليه؟ يعني بص ارجع لورا. لو انت ابني عليه يعني انت اتفرجت علينا، اتفرجت على جيلنا، طبعا اتفرجت على مصطفى عبده ومحسن صالح. طبعا كان مستر هيديكوتي عامل شغل. اول الكره لما تيجي لمحسن صالح تلاقي مصطفى عبده ده انطلق زي الطلقه، فتح واتعملت له، بالرغم ان الباك اللي بيلعب على مصطفى عبده عارف ان هو هيجري ان هتتلعب كده. طيب يا كابتن، ما ده اللي انا بتكلم فيه. مصطفى عبده لو جبت مصطفى عبده ولعبته، مع احترامي لمصطفى عبده، لعبته في سمول سايد جيم اللي 5 ضد 5 مش هيعرف. ليه؟ مصطفى عبده عاوز مساحات. طيب ما ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن. مصطفى عبده الله ربنا يديله الصحه يا رب، كان عنده سرعه، يعني سرعه. كان بيقول للباك قبل الباك ب 10 متر، بيقول له انا هاجي لك وهفوت منك وهعديك ب 10 متر من قوه السرعه اللي عنده ما شاء الله. طيب يا كابتن، ما هو ده نفس الحاله بالظبط. دي نفس الحاله، خلي بالك. بص، ما انا ما اجيبوش العبه من تحت الفراوده عشان اخلق له مساحه وعلى حساب واحد ممكن يؤدي للمهمه دي احسن منه. مش كده. انا بس عايز اقول الاحسن يلعب. انا وانا بلعب الجيم ما يلعب، ما ينفعش يلعب فيرود، بس اخلق له لعب، اخلق له فرص. وانا بلعب الجيم ما اقدرش اجزم من البدايه ان انا لعبي كله هيبقى هجمات مرتده، ان انا يبقى ايفونا هو اللي هيديه 100%. وما اقدرش اجزم ان اللعب كله هيبقى فيه تحضير. الجيم بيبقى فيه وفيه. ايوه فيه وفيه. الجيم بيفرض نفسه. الجيم يعني مباراه سموحه فرقه بتلعبك زون، تحاول تضغط عليك من تلتين ملعب وتلعبك زون، محتاج انت حد يحضر، محتاج عمرو جمال. الهدفين او الثلاث اهداف اللي سجلوا في مباراه سموحه منهم 2 من صنع من اسيست من ايفون. الهدف الاول بتاع عبد الله السعيد، والهدف الفاول بتاع احمد فتحي. سوري، عمل فاول مع احمد فتحي وهو عمل انفراد مع حسام غالي بشكل كويس جدا. تمام مظبوط. اذا فهو في مباراه اوقات محتاج ان انا العب هجمات مرتده، واوقات ان انا محتاج العب كده. هي النقطه كلها ان احنا بنتكلم هم ازاي بقى يعني ما فيش على المعنى اللي انا بتكلم فيه، ان هو لما يبقى فرقه النادي الاهلي مضغوطه محتاجه، لما هتقطع هيبقى في هجمه مرتده اكيد كده بالظبط. يبقى هو يبدا يتحرك. وخد بالك 4 2 3 1 اقول له كده 4 2 3 1 معظم الهجمات اللي فيها لو انت بتلاعب فرقه بتقابلك بشكل كويس، او انت بتقابلها بشكل كويس ان انت تلعب من تلتين ملعب، تقدر تخلق هجمات كتير جدا. وده اللي ايفونا كان موجود معاه. يعني مباراه الزمالك، المباراه الثقيله، مباراه الزمالك عملت هجمات مرتده كتير جدا. مباراه انبي بعد الطرد انت لعبت زون وبقى عندك هجمات مرتده كتير جدا طبعا. فجوه الجيم ما ينفعش ان انا اقول طب يعني مش هنلعب هاند بول، يعني عمرو جمال يلعب والكره معانا وايفونا يلعب والكره علينا، فمش تنفع كده. هي ليها يعني. بص عبد الحميد بيتكلم في نقطه انا مقتنع بيها جدا على فكره، وانا شايف ان ايفونا مش راس حربه صريح. انا بقول لك ايفونا مش راس حربه صريح خالص. ايفونا ما بين الاثنين. ايفونا ممكن يلعب راس حربه، يعني راس حربه وهو موجود تحتيه. يعني حتى منتخب الجابون هو بيلعب راس حربه جنبه وبيقدر يروح في كور في حريه حركه. بالظبط. منتخب الجابون فيه مشكله، يعني بعكس النادي الاهلي. النادي الاهلي
بيعمل استحواذ على الفرقه كلها. منتخب الجابون بيلعب نص ملعبه وبيلعب كور طويله طولية. فيبان سرعته وقوته جامد جدا. يقول لك منتخب الجابون عالمي، وهو مع الاهلي على فكره في حاجات بيبان فيها كويس جدا. يعني كره جون سموحه الاولاني كره ميته اصلا، كره مش دخل فيها، مش موجوده. الراجل راح فيها وعمل هجمه من لا شيء. فهو ده عنده ميزات وده عنده ميزات. انا مع حميد انا متفق معاه تماما ان حته ان الراس حربه الصريح هو عمرو جمال، عماد متعب، انا مقتنع معاه مليون المية. ولكن انا اللي هو اللي موجود دلوقتي انا ما ينفعش اوظفه نص ملعب. مش هيعمل هو تكتيكيا برضه مش تقليل منه، تكتيكيا مش بحجم اللعيبه اللي موجوده. انا ممكن اوظفه بقى، يعني جت في وقت من الاوقات كنا بنلعب جون انطوي وعمرو جمال، او بتلعب جون انطوي وايفونا الاثنين مع بعض. احنا في وقت من الاوقات في وقت من الماتش بتديله مع المهاجم اللي موجود، ممكن اديله بالمهاجم الثاني، او ممكن ابقى موجود مهاجم ثاني جنبه، يبقى الامور مختلفه. هي دي القصه. لكن خلي بالك احنا كده مش مختلفين. احنا مش مختلفين. طيب ما بس ده بقى اللي انا عايز احنا اقول لكم نقول عليه، انتوا الثلاثه اللي انتوا مش مختلفين. لا احنا مش مختلفين. انتوا عايزين بس توظفوه بالشكل الامثل. لا هو إحنا عايزين عادل نوصل فاهم لمرحلة كلامي والكابتن عامر فاهم كلامي أنا ازاي، فاهم. ان انا ايفونا يلعب في الثلاثه اللي تحت. لا هو مش شرط يلعب، لكن هو واخد مكان فيرود بس، ده اللي انا متحفظ عليه. لكن هو يلعب في الثلاثه اللي تحت، لا ما يلعبش اللي هم احسن منه. لكن لو هو في التمرين فرق عنهم لا يلعب. انا بتكلم في كده، انت تعمل حاله. لكن هو مستر مارتن مش ممكن يوجهه مثلا تحت الثلاثه الفيرود يقول له انت مطلوب منك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. وخلي بالك اللي بيعمل الهجمه المرتده اللي انت بتتكلم فيها مش الفيرود اللي تحت فين بالظبط. أنا فهو يعمل لك الهجمه المرتده نموذج، لكن هو يلعب مثلا على وليد فايق ما يلعبش، يلعب مثلا على رمضان مش بص ده اللي بتكلم اصل الوقفه بتفرق. يعني الثلاثه اللي بيبقوا واقفين في نص الملعب اللي تحت فيرود بيعرفوا يقفوا، هو الملكه دي مش موجوده عنده، فصعب توظفه كده. ممكن توظفه لو انا مضغوط، لو انا عندي متاخر مثلا بهدف او بهدفين، ان انا محتاج ان انا ازود، يبقى هو موجود مع الفيرود الثاني، هتلاقي الامور مختلفه تماما. مباراه بره ملعبي وانا محتاجها، يبقى هو اثنين فيرود. دي التوظيفات. لكن احنا عمرنا ما هنوصل لمرحله الكمال لوحده، عمرنا ما هنوصل لمرحله الكمال في فيرود لوحده. وبعدين خلي بالك احنا بنتكلم في فريق بطوله، فريق النادي الاهلي بطوله، ما هو محتاج زي ما اتكلمنا في نص الملعب، محتاج حسام عاشور في ماتش، ومحتاج عمرو السوليه في ماتش. انت على حسب الفريق اللي انت بتلعبه، هل عاوز تامن نص ملعبك شويه، ولا عاوز نص ملعبك ينطلق في الشغل والتحرك والكلام ده كله؟ بالظبط. ما متطلبات المباراه. هنا مطلوب في ماتش، وعمرو جمال مطلوب في ماتش بالظبط، وعماد متعب مطلوب في ماتش تاني اخر. ما هو انت لازم يبقى عندك البدائل. ما انتش هتقتصر على 11 لعيب. بالظبط. انت لازم يبقى عندك كل الحلول. في فرقه بتهاجمك وممكن تعمل عليها هجمات مرتده سريعه، يبقى فونا هيفيدني في الماتش ده، العبه عشان هستغل سرعته في المساحات. بالظبط. بس انا بشكركم طبعا على وجودكم معايا، دايما مشرفينا منورينا. ولو حابين تقولوا اي حاجه قبل ما نختم، كل الشكر ليك يا كابتن عامر. شكرا يا كابتن ايهاب. بس انا عايز اقول يعني واكد على حته ان احنا الجهاز الفني والجهاز الاداري يركز على ان المباريات القادمه كلها يقدر يكسبها ويقدر يخلص البطوله قبل ميعادها. احنا يعني هو لو كسب خمس مباريات من ال8 يبقى فاضل له 3 ما لهمش اي قيمه في البطوله، وكنا نبقى خدنا البطوله. يبقى عنده 3 مباريات يقدر يقيم فيهم كل لعيب ما لعبش في الفتره اللي فاتت، لانه داخل في مرحله، المرحله دي لابد انه يقيم اللعيبه. في ناس هتمشي، في ناس هتقعد، فيبقى عنده الفرصه ان هو يلعب اللعيبه دي وما هوش خايف على البطوله، بحيث ان هو يقيم لعيبته ويقدر ان هو يجيب بدائل لهذه اللعيبه في الموسم القادم باذن الله، عشان يبقى في استمراريه للبطولات باذن الله. شكرا لحضرتك يا كابتن. رمانة الميزان ولاعب خط الوسط، النهارده خدت اشاده كبيره جدا طبعا من الكابتن عامر في موقعك برضه، يعني في سنتر التحليل. حقيقه يا كابتن ايهاب مبسوط انا موجود معاك، وابويا طبعا الراجل ليه فضل كبير جدا عليا كابتن عامر، واخويا الكبير كابتن ميدو اللي بينافق على طول طبعا. الفيرود بتاعنا بقى المناكف دائما. يعني نورتنا النهارده وعمره مقبوله ان شاء الله. ربنا يخليك وعقبالكم كلكم طبعا. بشكرك وبشكر كابتن عامر وكابتن عادل، وان شاء الله نلتقي على خير ان شاء الله. عايز اقول لك ان عبد الحميد من الفراوده اللي كان يعني نادرين بس انتوا كنتوا اجمد منهم يا كابتن.
لا احنا كنا نجم منتخب ايوه اكيد يعني. عامل كان لازم جاب جون في نفسه قبل كده، كان مش عايز اتكلم بس جاب جونين بس عوضته طبعا. نورتونا يا كباتن. شكرا يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا. كل الشكر لحضراتكم اللي استمتعتوا معانا على طبعا مدار التحليل قبل المباراه وبعد المباراه، ولكل فريق العمل، ونشوفكم في ملعب جديد وفي حلقه جديده على قناه الاهلي.